قبل أن نعرج ونفصل في الأمور التقنية التكتيكية وما تعلق بمباراة إثيوبيا والمباراة القادمة ضد الموزمبيق، أردت أن نتوقف عند نقطة نظام، عند ربح مجر، أسطورة كروية عالمية بامتياز كبير، أسطورة كانت خير سفير للكرة العربية وللكرة الجزائرية، أسطورة كان من المفترض عندما تظهر صورته عبر شاشة التلفزيون لملعب نيلسون مانديلا يتم التصفيق له عرفانا لما قدمه ربح مجر للجزائر ولكرة القدم الجزائرية. لكن للأسف يتكرر نفس السيناريو بالتصفير على هذا الشخص وعلى هذا الرجل وعلى هذا اللاعب الكبير الذي يعتبر في العالم علامة مسجلة بالكائب الذهبي أو الكائب الأسطوري أو الكائب الذي بقي عالميا وبقي علامة مسجلة باسم ربح مجر. لكن للأسف يبدو أن الرجل وليس الشخص واللاعب أو المدرب يتعرض لحملة ليست بالبريئة. من حقكم كما صفقتم على جمال بلماضي الذي هو أيضا يحتاج إلى دعم الجماهير الجزائرية في هذا الوقت الراهن، يتم أيضا التصفيق لهذا الرجل، لأن لما كان لاعبا كان خير سفير كما قلت لكرة القدم الجزائرية، وفاز بكأس افريقيا عندما كان قائدا وبالكأس الافرو الاسيويه، والجزائر انذاك مع مجر وبلومي وعصاد ودحلب وزيدان وقائمه كبيره من اللاعبين الممتازين كانت تلعب الادوار الاولى في الكؤوس الافريقيه وكانت تبهر العالم بالاداء الرائع وبالاداء الجيد. هذه المباراه قد تكون الاخيره لربح مجر الذي قال بانه لن يحضر اي مباراه تتعلق بالمنتخب الوطني في ظل هذه الحمله الغير البريئه التي يتعرض لها. في الارجنتين مارادونا لم ينجح كمدرب، ولكن الارجنتين يقدرون اساطيرهم ويحترمون الراحل ديغو ارماندو مارادونا. بيري ايضا لم يكن مدربا ولم ينجح كمدربا مع البرازيل، لكن بقي محبوبا لدى كل البرازيليين بما انه اسطوره كرويه. نفس الشيء لميشيل بلاتيني، ونفس الشيء لاسماء اخرى ايضا دوت في سماء الكره العالميه. نندد هذه التصرفات وندد هذه التصفيرات ضد هذه الاسطوره، ونعلن التضامن المطلق مع هذا الاسطوره كلاعب وكانسان وكشخص له زوجه، له ابناء، له اخت، له اخوه، وله ايضا محبين.